أهلا. انت اكيد سمعت عن شات جي بي تي، اداة الذكاء الاصطناعي اللي في يوم وليلة خلت العالم كله يتكلم عنها، واللي كمان هددت وظائف كتير بالانقراض. لكن قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا عايز اسألك سؤال، تقدر تقول لي ايه الفرق ما بين اتنين شغالين في الجرافيك؟ اول ما اداة ميدجورني نزلت واحد منهم جرى يتعلم ازاي الاداة دي بتشتغل وازاي حاجة زي دي ممكن تطور من شغله وتفيده، والتاني اول ما الاداة نزلت قعد يندب في حظه ويقول انا انتهيت وخلاص الاداة دي هتستبدلني. الفرق ببساطة يا صديقي إن الأول اللي دخل اتعلم أداة ميدجورني أول ما نزلت وعرف إنها ممكن تفيده في شغله وإنه ممكن يطلع شغل ما كانش يحلم إنه يطلعه من غير الأداة دي، هيفضل في تطور مستمر، وكمان الأداة دي ممكن تبقى سبب في إنه يتطور في شغله أكتر بكتير. أما صديقه التاني اللي قاعد يندب في حظه أول ما الأداة نزلت غالبا هيسيب شغله وهيبدأ في كارير تاني من الصفر. وهنا صديقي الفرق الكبير والأهم ما بينهم هو التعلم الذاتي المستمر، واللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة، واللي كمان هنعرف ازاي الشخص ده قدر يتعلم منهج 4 سنين في سنة واحدة. فياريت تكمل الفيديو للآخر. أهلا بكم في قناة عادات، وده فيديو جديد. بس الأول ما تنساش لو دي أول مرة تشوف فيها القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ. والأول كده يا صديقي عايزين نعرف يعني إيه تعلم ذاتي، وباختصار عشان وقت الفيديو ما يطولش، التعلم الذاتي هو تعلم أي شيء بدون الحاجة إلى مؤسسة تعليمية. يعني بمعنى أصح كده يا صديقي لو دخلت على يوتيوب دلوقتي وكتبت تتعلم كورس فوتوشوب وقعدت تتعلم الكورس ده كده اسمه تعلم ذاتي. طب برضه إيه اللي يخليني أتعلم لوحدي؟ ما أنا ممكن أروح أتعلم في كلية وده هيكون أسهل ليا، وكمان هيكون في منهج سليم أمشي عليه، لأنك باختصار يا صديقي أنت اللي بتتحكم في نفسك، محدش بيتحكم فيك، أنت اللي بتختار التخصص اللي أنت عايز تدرسه. يعني محدش بيتحكم فيك عشان مجموعك في الثانوية العامة، ده كمان أنت لو ما دخلتش ثانوية أصلا أو ما كملتش تعليمك تقدر دلوقتي تخش على يوتيوب تتعلم المجال اللي أنت عايزه، زي مثلا مجال البرمجة، واللي هو من أشهر المجالات المربحة ماديا في الوقت الحالي. كل اللي أنت محتاجه عشان تتعلمه هو الكمبيوتر بتاعك بس. طب أنت دلوقتي اقتنعت وقررت تتعلم المجال اللي طول عمرك بتحلم بيه، تتعلم إزاي؟ وده اللي قاله لنا سكوت اللي اتعلم منهج 4 سنين في سنة واحدة، منهج معهد MIT بتاع كمبيوتر ساينس. وسكوت عمل كتاب وشرح فيه الطريقة اللي هو اتعلم بيها وسماه التعلم الشامل أو الهوليستيك ليرنينج. وسكوت قال في الكتاب بتاعه إن الطريقة دي بتنفع مع مواضيع ومواضيع تانية لأ، يعني بتنفع في مواضيع زي العلوم والكمبيوتر والصحة والفلسفة، وما بتنفعش في مواضيع زي تعلم اللغات والمهارات اللي بتحتاج ممارسة كبيرة. يعني باختصار بتنفع مع المواضيع اللي مبنية على أسس وأنظمة. والطريقة دي متقسمة ل3 نقط، والنقطة الأولى وهي البناء أو الفيسواليزيشن، وهي إنك تركب المعلومات على شكل شبكة أو خريطة في دماغك، ويكون في نقطة وصل ما بين كل معلومة والتانية أو حاجة تربطهم ببعض. وممكن في الأول تستخدم ورقة أو كمبيوتر عشان تعمل الخريطة دي، ومع الوقت والتعود هتلاقي إن أنت بقيت تعمل الخريطة دي في دماغك لا إراديا بدون الحاجة الكمبيوتر أو الورقة. والنقطة التانية وهي الاستعارة أو الميتافور، وهي انك تربط المعلومات بصور او عناصر ملفتة او تربطها بحاجة انت عارفها قبل كده، بحيث انك كل ما تبص على الصورة دي تفتكر المعلومة بتاعتك. وتالت نقطة معانا وهي الاستكشاف او الاكسبلور، او بمعنى اصح المراجعة، ودي من اهم الخطوات اللي لازم تعملها، لان الحصول على المعلومة لوحده مش كفاية. انت لما بتراجع على المعلومة وبتفضل تعيد في المعلومة فعقلك بيعرف ان المعلومة دي مهمة فبيحتفظ بيها، ولكن انت لو ما راجعتش على المعلومة دي فعقلك هيعرف ان المعلومة دي مش مهمة بالنسبة لك، وساعتها عقلك هيرمي المعلومة دي في الارشيف، وساعتها هتبذل مجهود كبير عشان ترجع المعلومة دي تاني. وفي طريقتين للمراجعة سكوت قال عليهم، والطريقة الأولى اللي سكوت قال عليها وهي إنك تسمع لنفسك فتتأكد إنك لسه عارف المعلومة دي، أما الطريقة التانية هي إنك تحل اختبارات وتحل امتحانات على المعلومات اللي أنت اكتسبتها دي. وبس دي كانت طريقة التعلم الشامل، وسكوت كان كاتب تفاصيل كتير وانت هتستفاد جدا لو قرأتها، فعشان كده هسيب لك اللينك بتاع الكتاب ده في وصف الفيديو، يا ريت تروح تشوفه. وكمان هسيب لك فيديوهات مهمة جدا عن التعلم الذاتي يا ريت تروح تشوفها. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكون استفدت من الفيديو والفيديو يكون عجبك. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودمتم سالمين.